اقسم بالله هالكلمه هذه في الغرفه كل مباراه يقول لهم تذكروا الكلمه اللي قال سفيان. المباريات كبيره شو تصنع؟ يقولون رجال ندخل اي مباراه اي منافس والله ناكله اكل يا اخي، والله ناكله اكل يا اخي. مباراه الاهلي المصري مع فريق العين الاماراتي، يا ويلك الاهلي المصري، جايك العين جايك في القاهره عشان تعرف قيمه الفرق الاماراتيه، 4 ان شاء الله و3. هذا الزعيم العيناوي قوم من لابه وقوم من سفيان الرحيمي، انت تقابل العين ما تقابل اي فريق ترى. يا ويلك الاهلاوي يا ويلك، يا ويلك الاهلاوي يا ويلك. عايز اقول لجماهير نادي الاهلي المصري خدوا بالكم، خدوا بالكم، الزعيم العيناوي جاي لكم وديني ومعاه عبد حنفوذي وان شاء الله. يا ويلكم يا ويلكم يا ويلكم يا ويلكم يا المصري. في دج داخل المستطيل الاخضر، دج داخل المستطيل الاخضر 90 دقيقة. احنا كجمهور الاهلي زهقنا من نفس الاسكريبت ونفس السيناريو اللي بيتكرر كل مرة نفس الاستفزاز من اللعيبة، نفس الاستفزاز من الجمهور، وينجح الأهلي إنه ينزل الملعب يفرض شخصيته ويلعب ضد الفرق الآسيوية وأبطال الفرق الآسيوية ونجوم الفرق الآسيوية، كأنه بيلعب ضد أقل فرقة في الدوري المصري. يعني أقل فرقة في الدوري المصري بتنجح إن هي تقاوم الأهلي وتلعب قدامهم ماتش زي ماتش سيراميكا مثلا أحسن من كل الفرق الآسيوية وأبطال الفرق الآسيوية اللي بيلعبوا قدام النادي الأهلي. مش بس كده، عيب قوي لما يكون كل الفرق دي سواء الاتحاد السعودي سواء الهلال السعودي سواء العين الاماراتي وقبلهم الدحيل القطري بيلعبوا ضد الاهلي وما بيعرفوش يوصلوا للمرمى. يعني انت لك ان تتخيل ان العين الاماراتي النهارده ما سددش ولا تسديده على مرمى الاهلي. صعبه جدا لما انت تكون شاري كل اللعيبه دي وصارف كل ملايين الدولارات دي عشان خاطر تروح قدام الاهلي المصري اللي هو القيمه التسويقيه بتاعت لعيبته لا تتعدى 30 مليون دولار، وما تهجمش ولا هجمه وما تسددش ولا تسديده. حتى الكره الخطيره كانت في الدقيقه 85 بتاعت لابا كوجا وعدت جنب العارضه. فدي عيبه جدا 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 في حق الكره الاسيويه، وعيبه جدا جدا في حق الانديه الاسيويه. ومع ذلك انا بقول لك دي كوره، ممكن تنزل الماتش تلعب كويس، ممكن تنزل الماتش تكسب وهكذا، لكن العيب انك كل ماتش بتقع في نفس الخطا. كل ماتش بتحاول انت تستفز الاهلي وتستفز جمهوره، والاعلام الاسيوي اعلام الامارات واعلام السعوديه وقبلهم اعلام قطر كل واحد بيحاول ان هو يستعرض قوته ويقول ان هو عنده نجوم وان هو عنده اسماء وهيخلص الماتش مرتاح وهيكسب سكور حتى لو على ارض الاهلي، حتى لو في وسط جمهوره. هو ده اللي بيولد الدوافع، وهو ده اللي بيولد الشخصيه، وهو ده اللي بيولد الاندفاعات بتاعت لعيبه الاهلي وتخليهم ياكلوا الاخضر واليابس على ارض الملعب. درس جديد للمره الرابعه على التوالي. قلت لك قبل كده مع الدحيل القطري، بعد كده مع الهلال السعودي 4-0، وبعد كده مع الاتحاد السعودي 3، وبعد كده 3 مع العين الامارات، وكان ممكن تبقى 4-5 لو الاهلي كان حالفه التوفيق في اول الماتش. اتمنى ان جماهير الفرق الاسيويه تحترم الاهلي بعد كده. وعايز اقول لك على حاجه، انت مش هتكسب الاهلي الا لما تحترمه. مش هتكسب الاهلي وتلعب قدامه ماتش وتبدا تقاوم فعلا اللي بيعمله الاهلي فيك الا لما تبدا تحترم الاهلي وتحترم جمهوره، مهما كان عندك لعيبه ومهما كان عندك نجوم. لسه الفرق الاسيويه ما وصلتش لمرحله الصلابه ومرحله القوه والتكتيك اللي ممكن يقاوم الفرق المصريه وفرق شمال افريقيا بشكل عام، مهما كانت عندها صلابة تكتيكية وصلابة دفاعية وفي خط النص، وعندهم قوة بدنية وعندهم كل حاجة. الفرق الآسيوية كلها بتعتمد دلوقتي على الأسماء الهجومية والمهارات والإمكانيات، لكن لسه ما فيش صلابة، لسه ما وصلوش لمرحلة إن الفريق بينزل بكل قوته دفاعيا بيدافع كويس وهجوميا بيهاجم كويس، لسه ما وصلوش للمرحلة دي. العين النهاردة اتفاجئ، قبل كده الاتحاد اتفاجئ، قبل كده الهلال اتفاجئ، وقبل كده الدحيل اتفاجئ. أتمنى الاحترام ثم الاحترام ثم الاحترام. سلام.